الله وبركاته اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة باكورد مع احمد اللافندي. الحقيقة بس عندي تعالى اكلمك في موضوع مهم جدا. دلوقتي حصل احداث ساخنة على الساحة الرياضية بشكل كامل من ساعة اقالة او استقالة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ مفيش اتنين يختلفوا عليه، ملك التصريحات وملك قول يا سيد سمعنا كلامك حلو ومتعنا. الأستاذ تامر أمين طلع بكلام مهم جدا وقال إن النادي الأهلي في كلام حصل وأسرار ورا الموضوع ده. معرفش ليه لحد اللحظة اللي احنا فيها دي إدارة النادي الأهلي ما طلعتش واتكلمت بشكل واضح أمام الجميع، برغم إن هم سبب المشكلة اللي حصلت. لأن طريقة الإعلان هي اللي مشكلة، طريقة الإعلان هي اللي مشكلة. طيب، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، انتشر لايك للفيديو، اشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، فعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل ضرب نار اللي بيحصل على الساحه الرياضيه. تعال نكمل ونقول لك الموضوع. لما حصل بين سيد عبد الحفيظ والاداره، سيد عبد الحفيظ اتفاجئ، لكن هو كان عارف الموضوع ده من زمان، بالاحساس مش بلغوه. طب ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض يحصل ان الاداره كانت تكلمه باسلوب ارقى من كده، ما يبقاش قاعد في اجتماع مفاجئ ويلاقي نفسه يعني معلش احنا بنقدم لك الشكر، يقول لهم انتوا ما تشكرنيش على حاجه، احنا عملنا موسم كويس. يقولوا له لا احنا بنشكرك انك مع السلامه، مش بنشكرك عشان حاجه تانية، ويا ريت تبقى معانا في شركه الكوره او تبقى معانا. كلام لا يليق بسيد عبد الحفيظ، في حاجه غلط. الاحداث بقى بتاعت الشناوي وبتاعت طبيب الفريق والكلام ده كل ده مقدور عليه، لكن اعلن بطريقه شيك، مش ده اللي تكون نهايته كده. عموما هشوفكم في فيديو جديد، وتحياتي ليكم مع احمد اللافندي. دايما الحقيقه بس عندي، بس اشترك ولايك وشير الفيديو على قد ما تقدر، وان شاء الله اللي جاي هيكون اكتر، وتابعني عشان في فيديوهات اكتر ان شاء الله، واحداث وحقائق اكبر من كده بكتير. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله. سلام ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناه باكورد مع احمد اللافندي. الحقيقه بس عندي تعالى اكلمك في موضوع مهم جدا. دلوقتي حصل احداث ساخنه على الساحه الرياضيه بشكل كامل من ساعه اقاله او استقاله الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ مفيش اتنين يختلفوا عليه، ملك التصريحات وملك قول يا سيد سمعنا كلامك حلو ومتعنا. الاستاذ تامر امين طلع بكلام مهم جدا وقال ان النادي الاهلي في كلام حصل واسرار ورا الموضوع ده. معرفش ليه لحد اللحظه اللي احنا فيها دي اداره النادي الاهلي ما طلعتش واتكلمت بشكل واضح امام الجميع، برغم ان هم سبب المشكله اللي حصلت. لان طريقه الاعلان هي اللي مشكله، طريقه الاعلان هي اللي مشكله. طيب، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، انتشر لايك للفيديو، اشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، فعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل ضرب نار اللي بيحصل على الساحه الرياضيه. تعال نكمل ونقول لك الموضوع. لما حصل بين سيد عبد الحفيظ والاداره، سيد عبد الحفيظ اتفاجئ، لكن هو كان عارف الموضوع ده من زمان، بالاحساس مش بلغوه. طب ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض يحصل ان الاداره كانت تكلمه باسلوب ارقى من كده، ما يبقاش قاعد في اجتماع مفاجئ ويلاقي نفسه يعني معلش احنا بنقدم لك الشكر، يقول لهم انتوا ما تشكرنيش على حاجه، احنا عملنا موسم كويس. يقولوا له لا احنا بنشكرك انك مع السلامه، مش بنشكرك عشان حاجه تانية، ويا ريت تبقى معانا في شركه الكوره او تبقى معانا. كلام لا يليق بسيد عبد الحفيظ، في حاجه غلط. الاحداث بقى بتاعت الشناوي وبتاعت طبيب الفريق والكلام ده كل ده مقدور عليه، لكن اعلن بطريقه شيك، مش ده اللي تكون نهايته كده. عموما هشوفكم في فيديو جديد، وتحياتي ليكم مع احمد اللافندي. دايما الحقيقه بس عندي، بس اشترك ولايك وشير الفيديو على قد ما تقدر، وان شاء الله اللي جاي هيكون اكتر، وتابعني عشان في فيديوهات اكتر ان شاء الله، واحداث وحقائق اكبر من كده بكتير. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله.